اليوم راح نشارككم طمينة القمح وحنايا نسموها زرير وكاين اللي يسموها البسيسه، وانا نقول لكم بنتها وقوامها من اروع ما يكون، وزيد بزياده معمره بالفيتامين، وهذا المكوناتها اللي اذا حضرتوها تقدروا تحتفظوا بها لمده عام واكثر، ما تفسدش، غير تجبدوا وتخلطوا منها. خلوا الوصفه عندكم اكيد رايحين تحتاجوها. والوصفه تاعنا نحتاجوا القمح اللبلابي والعدس. كتبت لكم الكيل كامل تحت، وانتم تحضروا على حساب المناسبه اللي عندكم والا على حسب الكميه اللي تحتاجوها. نحمصوهم كامل في 3 ومن بعدها نرحوهم، وكي نرحوهم حنتحصلوا على بودره بالطريقه هذه، نغربلوها ونخبوها في علب، وهذه حنايا نسموها زرير. ديروها في كل المناسبات، وسيرتو كي يزيد عندكم مزيود جديد او اي مناسبه نتوما تحبوها. لهنا وجدت شويه تاع العسل انا حضرته في الدار، نخفوه شويه ومن بعدها نضيف له المارغرين، وانا نستعمل ديما باسكو فيها بنه الزبده، وزيد بزياده ما يجيكمش يقهم اذا درتوه بالطريقه هذه. نسخنهم فوق النار مليح حتى ندوب هذيك المارغرين وما تخلوهش يغلي، غير تسخنوه ونخلطوا هذاك العسل والمارغرين مليح، والعسل حاولوا تخفوه شويه بالماء باش ما تجيكمش حلوه ياسر. وبعدها نضيف هذيك الطمينه او الزرير والا البسيسه، انا كل واحد كيفاش يحضرها، فيها منافع كثيره، وزيد بزياده تقدروا كما قلت لكم تحتفظوا بها لمده عام في العلب بالطريقه هذه، تخبوها ما يصرى لها والو. نضيف هذيك البسيسه او الطمينه اللي وجدتها بالطريقه هذه، لازم يكون القوام تاعها خفيف لانه اذا بردت راح تشد روحها، وحنا لازم ياكلوه سخون. وفي الاخر كامل نضيف لها قرصه تاع الملح، وشوفوا كيف هيجي، صدقوني بزاف بنينه، وحنايا هذه دائما حاضره عندنا في الدار، ونقدروا ما نديروها روينه ويخلطوها بالحليب للناس اللي يحبوها صحيه اكثر. تقدروا ديروا فيها اضافات كثيره كيما اللوز كيما الججلانيه، وترحوهم ثاني معاها وتحتفظوا بها. ولازم تتكل سخونه، وحنايا التزيين اختياري لكم، تقدروا ديروا الدراجي، ديروا مكسرات، ديروا على حساب التام اللي نتوما حابينه. انا حبيت ندير لها شويه تاع المكسرات، راح نزينها بشويه تاع الجوز وشويه تاع الججلانيه. وفي الاخير نقول لكم جربوها واحتفظوا بها في علب تحتاجوها، وسيرتو بزياده اللي عندها الاولاد تعاونهم ياسر في التركيز، وشوفوا قوامها وبنتها مختلفه. الى الملتقى، سلام.